مساء الفل على حضراتكم ويا رب تكونوا بخير. في الجزء الأول من حلقة النهاردة هنتكلم عن قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا. هقول لك أنا توقعاتي بخصوص الصاعدين وأصعب مجموعة في دور المجموعات. الجزء الثاني هنتكلم عن ميركاتو النادي الأهلي في الانتقالات الشتوية، الصفقات القادمة للفريق في شهر يناير. ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك ومتابعة ومشاركة، وقول لي رأيك في التعليقات مين الفريق الفائز بدوري الأبطال في الموسم ده، وإن شاء الله هشارك أكبر عدد من تعليقاتكم الفيديوهات القادمة. طيب خلونا نبدأ كده بقرعة دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا. المجموعة الأولى عندنا سان داونز الجنوب أفريقي، بيراميدز المصري، مازيمبي الكونغولي، ونوازيبو الموريتاني. طبعا دي مجموعة صعبة جدا جدا. بيراميدز فريق تقيل وقوي وعندهم صفقات وعندهم طموحات كبيرة جدا لتحقيق دوري الأبطال في الموسم ده. فريق سان داونز هو كمان يعتبر أفضل نادي على المستوى الفني بيقدم كورة في القارة الأفريقية. مازيمبي الكونغولي دعموا صفوفهم بشكل كبير، اتعاقدوا مع صفقات، رجعوا تاني للمنافسة. يعني على حظ بيراميدز مازيمبي جايب تقله. اعتقد ان اللي هيصعد سان داونز رقم 1 وبيراميدز رقم 2. المجموعة الثانية الوداد المغربي، سيمبا التنزاني، اسك موموزا الايفواري، وجوانينج جالاكسي البتسواني. مجموعة سهلة نوعا ما على الوداد المغربي، الامور محسومة، يعني رقم 1 الوداد ورقم 2 سيمبا. خلي بالك سيمبا التنزاني فريق محترم وتعاقدوا مع صفقات. لويس ميكيسوني رجع سيمبا وعندهم كتيبة متكاملة. اسمع مني، سيمبا في أرضهم فريق مرعب. يعني هيكون في منافسة بين الوداد وسيمبا نوعا ما على الأول والثاني، ولكن أسك ميموزا وجالاكسي فرق في المتناول بشكل كبير. عشان كده قلت لك الأمور محسومة، رقم 1 الوداد وداد الأمة، ورقم 2 سيمبا التنزاني. المجموعة الثالثة عندنا الترجي التونسي، بترو أتلتيكو الأنجولي، الهلال السوداني، بالإضافة إلى النجم الساحلي التونسي. هي دي بقى يا شباب مجموعة الموت. 3 فرق عربية، الترجي والنجم الساحلي والهلال السوداني. خلي بالك الترجي مش في أحسن حالاته الفنية، يعني هم تعاقدوا مع 11 صفقة ولعيبة سوبر، ولكن الأداء الفني غير مقنع، وتم إقالة أو تم تغيير معين الشعباني. هيتعاقدوا مع مدير فني جديد الفترة الجاية. الترجي التونسي بينافس الهلال، بينافس النجم الساحلي. الهلال السوداني طبعا فريق محترم، وعلى فكرة في ناس من السودان زعلوا مني عشان أنا ما اتكلمتش عن الهلال في الحلقة اللي فاتت. أنا كنت بقول لك الفرق اللي هتنافس على دوري الأبطال. الهلال طبعا فريق جيد، الزعيم يعني الهلال فريق عربي أكيد، ولكن برضو ما ينافس. أنا محتار الصراحة مين الفرقتين اللي هيصعدوا من المجموعة دي بجد. يعني الترجي التونسي ممكن يصعد رقم 1، رقم 2 في منافسة كبيرة بين الهلال والنجم الساحلي. أتوقع النجم الساحلي هو كمان هيصعد مع الترجي أتوقع، ولكن الهلال فريق عنيد وفريق شرس على أرضهم. طبعا بيكونوا متعبين قوي لأي فريق بيلعبهم، ولكن أنا معرفش الهلال هيلعب على أرضه في الموسم ده. عندهم مشاكل داخلية طبعا في السودان، مش عارف الصراحة اللي هيحصل، ولكن في كل الأحوال أصعب مجموعة طبعا هي المجموعة دي. يعني كله بيخبط في كله، وبترو أتلتيكو هو كمان فريق مش هين، وبالتالي هتلاقي كله بينافس، كله عنده حظوظ على الصعود. انا لما اتكلمت عن المجموعه الاولى قلنا سان داونز وبيراميدز، المجموعه الثانيه الوداد وسامبا، المجموعه الثالثه الترجي والنجم الساحلي بناء على وجهه نظري الشخصيه. اما عن المجموعه الرابعه اللي بتتضمن النادي الاهلي وشباب بلوزداد الجزائري، يانج افريكانز التنزاني، بالاضافه الى ميدياما الغاني. اعتقد ان الاهلي فريق كبير وان شاء الله هيقدر يصعد رقم 1 في المركز الاول.
يجي بعد منه يانج افريكانز رقم 2. ممكن شباب بلوزداد يضايق شوية يانج افريكانز، ولكن الدوري التنزاني دوري قوي، وافريكانز على فكرة عندهم طموحات كبيرة. يعني قال لك احنا مش بنخاف من الاهلي، مش بنخاف من شباب بلوزداد. عندهم هدف انهم يصعدوا رقم 1 في المجموعة، المركز الاول في المجموعة، وبعد كده يفوزوا بالبطولة. خلي بالك يانج افريكانز وصيف الكونفدرالية الافريقية في الموسم اللي فات، وبالتالي انا اتوقع ان الاهلي هيصعد هو ويانج افريكانز من المجموعة. رقم 1 الاهلي ورقم 2 افريكانز. وطبعا انا بتكلم عن توقعاتي الشخصية، اكيد كل الفرق عندها طموحات. انا اتمنى طبعا شباب بلوزداد يصعد مع النادي الاهلي عشان هو فريق عربي جزائري، ولكن طبعا احنا كلامنا كله على المستوى الفني الكروي. اكيد النادي الاهلي هيدعم صفوفه في الميركاتو الشتوي بالتعاقد مع بعض الصفقات من اجل المنافسة محليا وافريقيا. خلي بالك الماتشات الاقصائية، الماتشات المهمة من دوري الابطال هتكون بعد شهر يناير، وبالتالي في خريطة صفقات بالنسبة للقلعة الحمراء. كولر طلب وحدد المراكز المطلوب تدعيمها. اولا مدافع ستوبر وظهير ايسر، بالاضافة الى مهاجم اجنبي رقم 9 تحت السن. الاهلي دلوقتي بيبحث وبيتم دراسة بعض السيفيهات بخصوص المهاجم الاجنبي. خلي بالك في 2 لعيبة اجانب تحت السن على رادار النادي الاهلي، لاعب كونغولي محترف في الدوري الالماني، ولاعب كاميروني محترف في الدوري التركي. 2 لعيبة الاهلي بيفاضل ما بينهم، لسه ان شاء الله الفترة الجاية هقول لك الاسامي. ايضا هناك لاعب اخر ظهير ايسر اجنبي تحت السن، الاهلي بقى بيتابعه وكولر بيدرس امكانياته الفترة الحالية. واتكلمنا قبل كده عن مركز المدافع الستوبر في احمد رمضان بيكهام على الرادار، وقريب جدا للقلعة الحمراء. بيكهام عنده 26 سنة، بيلعب لنادي سيراميكا كيلوباترا. طبعا يعتبر لاعب جوكر، مركزه مساك او ظهير ايمن او ديفندر رقم 6. كمان في عبد الرحمن رشدان يعني بيشارك في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، كولر بيتابعه. فالنادي الاهلي ان شاء الله الفترة الجاية هيحاول يدعم صفوفه في شهر يناير. عندنا منافسات قوية، عندنا ماتشات على اعلى مستوى. اتكلمنا قبل كده عن الحاجز احمد حجازي، هو كمان مرشح بقوة لتدعيم القلعة الحمراء. وكولر طلب تدعيم 3 مراكز زي ما قلت لك كده، مهاجم اجنبي تحت السن، ظهير ايسر، ومدافع. موديست حتى الآن لم يثبت نفسه في النادي الأهلي، وواضح ان اللاعب محتاج وقت كبير عشان يسترجع لياقته ومستواه. واضح ان موديست لاعب تقيل. في لاعب مرشح او في 2 لاعيبه مرشحين اجانب تحت السن. خلي بالك النادي الاهلي يقدر يقيد 3 لعيبه اجانب تحت السن. عندنا كريستو طبعا لاعب اجنبي، والاهلي يقدر يتعاقد مع مهاجم اجنبي صغير بالاضافه الى ظهير ايسر تحت السن، ويتم قيدهم بشكل طبيعي، مفيش اي مشكله. احنا دلوقتي عندنا 6 لعيبه اجانب كبار، كندوسي معار الى سيراميكا، وفي كمان كريستو يعني مقيد تحت السن وفقا للائحه اتحاد الكوره. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الفتره الجايه، وبامر الله يعني هيتم تدعيم الفريق. مراكز قليله، خلي بالك في اضيق الحدود، لان الاهلي عنده كتيبه والاهلي عنده سكواد جيد جدا، عناصر دولية، عناصر ممتازة في كل الخطوط. اعتقد ان الاهلي يقدر يكسب دوري الابطال في الموسم ده. الاهلي مؤهل، عندنا الخبرات، عندنا التجارب، عندنا شخصية البطل. اهم حاجة في اندية قوية فنيا وتكتيكيا زي سان داونز وبيراميدز، ويعني مازيمبي فريق جيد هو كمان، الوداد المغربي عنده الخبرات، الترجي التونسي عنده التجارب. النادي الاهلي ما شاء الله كتيبة متكاملة، يعتبر اقوى سكواد من افضل الاندية في قارة افريقيا هذا الموسم. والحمد لله مجموعة النادي الاهلي مش صعبة قوي. يعني لما اتكلم عن الاهلي، شباب بلوزداد، يانج افريكانز، ومدياما الغاني، المجموعة جماعة في المتناول بالنسبة للنادي الاهلي. ان شاء الله الاهلي يقدر يصعد اول مجموعة ونعمل ماتشات قوية. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. عاوزك تقول لي في التعليقات رأيك في قرعة دوري ابطال افريقيا دور المجموعات،
والصفقات، يعني مين اللاعب اللي ممكن يكون مؤثر بالنسبة للأهلي في يناير. ما تنساش تعمل لايك ومتابعة ومشاركة. شكرا لكم، السلام عليكم.